أكيد كلنا بنحس بطقطقة في مفصل الكتف، ولكن الطقطقة دي لو أصبحت مصاحبة بآلام دي معناها إن ممكن يكون في تمزق في أوتار الكتف. تمزق أوتار الكتف زي ما كلنا عارفين ممكن يحصل في الأعمار المختلفة، مثلا في الشباب ومتوسط الأعمار بيحدث نتيجة لحادث أو لسقوط من أعلى. بالنسبة لكبار السن نتيجة لضعف العضلات وتليف الأوتار. قطع الأوتار ممكن يحصل نتيجة لحركة بسيطة مفاجئة أو حركة متكررة. بالنسبة للأعراض اللي بيجي لنا بيها المريض، أول حاجة وأهم حاجة هي الألم، قصور في الحركة. في المراحل المتقدمة ممكن يجي لنا المريض بتيبس كامل لمفصل الكتف. بالنسبة للتشخيص بيعتمد مبدئيا على سماع شوق المريض بالدقة والتفاصيل، فحص المريض كلينيكيا، استخدام الأشعة المتطورة زي الرنين المغناطيسي. بالنسبة للعلاج بنبدأ بالعلاج التحفظي، استخدام المسكنات ومضادات الالتهابات والعلاج الطبيعي. في بعض الحالات الغير مستجيبة للعلاج التحفظي بنستخدم المنظار الجراحي المفصلي، ولأن الوقاية خير من العلاج انصحك بممارسة الرياضة المنتظمة. ولو شعرت بآلام متكررة في مفصل الكتف توجه فورا إلى عيادات أندلسية.